بينها تخص الكهرباء والمجمعات السكنية 15 قرارا جديدا لهيئة التنسيق بين المحافظات. أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 15 قرارا، بينها تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين. وقال المكتب الإعلامي للسودان في بيان إن الأخير ترأس اليوم الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وجرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، فضلا عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وأضاف: فيما يتعلق بتخصيص أراضٍ سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أقر الاجتماع إلزام دائرة عقارات الدولة وأمانة بغداد بتوفير قطع أراضٍ للمشمولين في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع المؤسستين أعلاه، وإلزام محافظة صلاح الدين بتوفير قطع أراضٍ للغرض نفسه. وألزمت الهيئة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة النجف الأشرف بحل إشكالية القطعة المرقمة كذا في الجزيرة وتخصيصها إلى مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك إلزام محافظة كركوك بحل إشكالية المجمع السكني الخاص بمؤسسة السجناء، والتأكيد على باقي المحافظات إيلاء موضوع تخصيص الأراضي السكنية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الأهمية القصوى. وفي قطاع الكهرباء أقرت الهيئة جدول النسب المئوية الصيفية والشتوية لحصص المحافظات من مجموع الطاقة الكهربائية، على أن تتولى وزارة الكهرباء تجهيز المحافظات بحصتها من الطاقة حسب الجدول، وتتولى الهيئة التنسيقية تقديم تقرير فصلي عن مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالجدول المذكور. وفي إطار عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، أقر الاجتماع تشكيل مجلس لمحو الأمية في المحافظات وأقضيتها ونواحيها برئاسة المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية، يختص باقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية وتنفيذها ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها، وتقديم تقارير عن سير الحملة، على أن تعقد هذه المجالس اجتماعاتها وتتخذ قرارها وفق ما ورد بأحكام قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011. وفي مجال التنظيم الإداري لعمل هيئة التنسيق بين المحافظات، جرى التصويت على قيام المحافظات بتطبيق قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 17 لسنة 2024 الخاص بتفعيل الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظة، وقيام محافظات البصرة، كربلاء المقدسة، ميسان وذي قارة بإصدار الأوامر الإدارية بتأليف الهيئة المحلية في المحافظة وانتظام اجتماعاتها. وتتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات تقديم تقرير نصف سنوي عن اجتماعات الهيئات المحلية، ويكون محور الخدمات ثابتا في اجتماعاتها. وأوصى اجتماع مجلس الوزراء بشطب الدين المترتب بذمة دائرة العمل والتدريب المهني محافظة بغداد عن مدة إشغالها للعقار المرقم كذا الشماعية والكرة العائدة ملكيته إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتأكيد على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص أو إعادة تخصيص العقار المذكور آنفا إلى الدائرة المذكورة كونها الجهة الشاغلة. وصوت أيضا على قيام وزارة المالية بنقل مديرية التخطيط والمتابعة إلى محافظتي بغداد نينوى وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدلة. وأشار البيان إلى أن الاجتماع نظر في القرارات الخاصة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات ونسب إنجازها، وصوت على ما يأتي. أولا،
قيام دائرة المهندس المقيم بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومديرية الأشغال الهندسية في وزارة الداخلية بحسم أعداد كشف عن الاندثارات الحاصلة في مشروع معمل التصليح الشامل لآليات قيادة الشرطة في محافظة بابل. ثانيا، تأليف لجنة للوقوف على أسباب تعرض مشروع تبطين جدول الخربانة ضمن مشروع المسيب الكبيرة إلى نسبة اندثار 100% رغم من إنجاز العمل بنسبة 72.4%، وبيان جدول استمرار بالمشروع من عدمه. ثالثا، تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط للوقوف على حالة مشروع تجهيز أعمدة مغلونة لمديرية توزيع كهرباء بابل. رابعا، التوصية بإعادة العمل للشركة العاملة بمشروع أحياء نموذجية في مدينة الحل المخدومة بالمجاري على أن تتحمل جميع الأضرار والاندثارات الحاصلة فيه بلا مقابل. خامسا، قيام محافظة بابل باستكمال الإجراءات القانونية بحق شركة أشرعة الإعمار، وذلك لتلكؤها بإنجاز مشاريع المدارس المحالة لها. سادسا، وضع آلية خاصة بتحويل مشاريع المجمعات السكنية المنفذة على حساب الموازنة الاستثمارية والتي ترغب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإحالتها للتنفيذ كفرص استثمارية. سابعا، توفير وزارة النفط مقالع ترابية ضمن حقل غرب القرنة للمضي باستكمال أعمال مشروع إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم ومقترباته في محافظة البصرة. ثامنا، تشكيل لجنة لدراسة أسباب انتفاء الحاجة ل28 مشروعا في محافظة البصرة على الرغم من تحقيق بعضها نسب إنجاز وصرف مبالغ مالية. تاسعا، قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات اتخاذ الإجراءات القانونية لتلكؤ شركة واحة الجنوب للمقاولات العامة المحدودة في إنجاز مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية كربلاء المقدسة. عاشرا، تأليف لجنة لإيجاد الحلول وأسباب عدم دخول مشروع تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة معمل إنتاج وتعبئة قناني مياه الشرب في محافظة كربلاء المقدسة إلى الخدمة. 11، تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة لحسم موضوع تأخر استلام الأجهزة المجهزة من قبل الشركة المتعاقدة السابقة HT الألمانية لمشروع إكمال تجهيز أقسام صالات العمليات الجراحية في محافظة ديالى. 12، تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع العقد الاستثماري لإنشاء مشروع جيهان سيتي السكني في نينوى. 13، قيام بلدية النجف الأشرف بإزالة التجاوزات الحاصلة على أرض مشروع إنشاء سوق نموذجي مع بارك. 14، تأليف لجنة لإيجاد الحلول لضم القطعة الوسطية العائدة إلى بلدية النجف الأشرف إلى مشروع متنزه ترفيهي رياضي. 15، تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم إيصال التيار الكهربائي لمشروع إنشاء معمل لإنتاج مادة الصوديوم هايبوكلورايت وحامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية في محافظة الأنبار.